إذن الكلام واضح عبد الباري. والله لا، يعني أنا في تقديري يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لعملية ابتزاز إسرائيلية على أرضية الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي. يعني بنيامين نتنياهو أثار ضجيجا كبيرا بسبب هذا الاتفاق، وحرض الجمهوريين على وجه التحديد ضد الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة أوباما، واستطاع أن يعني أن يجني ثمار هذا الابتزاز حتى قبل أن يغادر رئيس الامريكي. السياسه تكتيك يا عبد الباري. السياسة تكتيك طبعا، بس كمان يعني هذا نتنياهو يعني يتكتك كويس. هذا المشكلة انه نتنياهو يتكتك كويس، بس اوباما في تقديري والإدارة الأمريكية ترتكب خطأ كبير جدا، لأنها تقدم هذه المكافأة لإسرائيل أو هذه الرشوة لإسرائيل دون أي شروط. يعني لم تشترط الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أوباما التي جاءت متوعدة أو واعدة بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والعرب، هذه الإدارة تخلت عن كل ذلك وقدمت هذه الرشوة أو هذه الهدية لإسرائيل دون أي شروط، الأمر الذي سيشجع الإسرائيل على مزيد من العدوان في المنطقة. يعني إسرائيل هي ليست حمل وديع في المنطقة. إسرائيل يعني شنت حوالي 3 حروب على غزة، شنت حربين على جنوب لبنان، شنت حرب على سوريا، حرب على مصر. ففي تقديري يعني هذه الرشوة أو هذه المكافأة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وفي مثل هذا التوقيت، أنا في تقديري ستكون لها عواقب وخيمة على المدى البعيد في المنطقة. يعني هذا يعني أنه يعني إسرائيل هي الحليف الوحيد ولا قيمة إطلاقا للعرب. يا سيدي أنا أتمنى لو أوباما يزعل من العرب، يغضب من العرب زي ما غضب من نتنياهو، يعطينا يا سيدي نص الصفقة. يعني مش معقول إذا كان نتنياهو طلب 5 لما أعتقد حسب المقالات، فحصل على 38 مليار دولار. الآن إسرائيل ستأخذ مساعدة إضافية 700 مليون دولار سنويا من الإدارة. تأخذ 3.1 مليار دولار، الآن ستصبح تأخذ سنويا 3.8 مليار دولار من الولايات. يا أخي كرم، والله ما بعرف. كرم أمريكا، كرم أمريكا يعني فاق الكرم العربي.